مش محتاج معلومات جديدة علشان تنجح. بنسبة كبيرة انت محتاج تفكر نفسك بالمعلومة تاني علشان تتأكد من دقتها. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كتير ببقى محتاج افتكر معلومة او اسمع معلومة تاني. زمان كنت ما بحبش الموضوع ده، ما بحبش احضر كورس مرتين، ما بحبش اسمع نفس الفكرة مرتين، ولكن احنا في حياتنا محتاجين ان احنا نعيد المعلومات اكتر من مرة علشان تثبت في عقلنا اللاواعي، فاقدر ان انا اطبقها بشكل محترف. فلو انت بتتعلم حاجة معينة، بتدرس حاجة معينة، بتشتغل حاجة معينة، حابب تتعلم عن العلاقات بشكل معين، عن البيزنس بشكل معين، عن شغلك ايا كان هو ايه بشكل معين، محتاج ان انت تفكر نفسك كتير. فحاول ان انت ما تزهقش من المعلومة، وما تبقاش من الناس اللي بتقول طب ايه الجديد. وقعت فترة في حياتي في موضوع ايه الجديد. انا محتاج معلومة جديدة علشان انجح، محتاج معلومة جديدة علشان اوصل، محتاج معلومة جديدة تعمل طلاقة في حياتي او حاجة كبيرة في حياتي. وما سألتش نفسي ولا مرة هو انا اصلا عملت ايه بالقديم. يعني انا عندي معلومات، عندي خبرات، عندي نصايح سمعتها من ناس، عندي افكار، عندي حاجات اوريدي موجودة وما عملتش بيها حاجة. فانت بلاش تبقى دايما بتسأل نفسك هو ايه الجديد. ولو حد بيفكرك بمعلومة انت عارفها، تبدأ تقفل ودانك وتبقى مش حابب ان انت تسمع، وبتقول ما انا عارف. عارف وبعدين؟ عارف وعملت ايه؟ عارف ووصلت لايه؟ لان في فرق ما بين ان انت عارفه واللي انت بتطبقه، واللي انت حصلت عليه في النهاية نتيجة لتطبيقك. بنسبة كبيرة بما انك بتسمعني، فانا حابب افكرك وافكر نفسي ان ممكن نكون مش محتاجين جديد. احنا محتاجين نركز على القديم، نطلعه ونلمعه ونركز عليه ونفهمه ونشتغل بيه ونطبقه في حياتنا، فتعمل نتيجة كبيرة في حياتك. فانا جاي اقول لك بلاش تكون من الناس اللي بتدور دايما على جديد وهي عندها قديم ما عملتش بيه حاجة. لو حابب النوع ده من المحتوى تابعني، وهنتابع مع بعض ونكمل سلسلة الفيديوهات اللي اسمها بصيرة، اللي الهدف منها تفكرنا ان كلام ربنا فيه حاجات كتير تساعدنا في حياتنا ان احنا نوصل لأهدافنا.